السلام عليكم. اليوم درت لكم المطلوع معمر. انا عطيتكم المقادير تاع خبزه واحده معمره بالطون بالفرomاج. نتوما الى عائله كبيره ضعفوا المقادير اللي غادي نمدها لكم. وصفه صيفيه وبنينه بزاف، نتمنى تجربوها معايا. بسم الله. درت كاس تاع قهوه حليب، ما يكونش كبير بزاف، يدير لكم خبزه كبيره. نتوما الا بغيتو تضعفوا ديروا كاس تاع 220 مليلتر، عبروا به هاد المقادير. درت كاس فرينه، 2 كيسان سميد الرطب، معلقه صغيره خماره تاع العجين، نص باكي تاع خماره تاع الكاطو، معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره ملح. نخلطوا هاد النواشف ونزيدو 2 معالق كبار تاع زيت الزيتون ولا زيت النباتيه. نخلطو ونزيدو غير هذاك الكاس، عاود عمرته بالماء. جاني نيشان، جاني على حساب هاد الكميه اللي راه عندي تاع السميد والفرينه. نعجن هاد العجينه، نعجنها واحد 5 دقائق وانا نعجن فيها، ندلكها غايه. هذا ما كان ونكونوا كملنا العجينه. كي ندلكوها 5 دقائق ولا نخليوها تريح، نديروها في ساشي لخاطر كما نعرفوا هاد العجين تاع المطلوع ولا نتاع خبز هكا محشي ولا المسمن ولا الملوي، كي نعجنوهم ونديروهم في ساشيه يزيدوا ينعجنوا خير من اللي نعجنوهم بيدينا. درتها في ساشيه وخليتها حل نص ساعه وخدمت بيها، كانت واجده. هذا ما كان كما قلت لكم، ما نطيبوا لا فاخس لا لاصوص لا والو لا بصله لا والو. هاد المطلوعات تجي معمره غير بالطون والفرماج. هذا ما كان. قسمت هذيك العجينه بعد ما ارتاحت، درت عجينه كبيره على عجينه وحده نديروها لتحت وحده نديروها من الفوق. نجيب السميد الرطب ونسرح هذيك العجينه الكبيره الاولى، نورقها بالوراق، نرقوها نوعا ما، ماشي ما تجيش كامل رقيقه حتى يبان البلان دو طرافاي. نرقوها شويه. كي سرحتها نجيب ندير درت شويه مايونيز باش تجيني هذيك لافارس ما تجينيش ناشفه. درت شويه مايونيز من تحت، هذه اختياريه. وزدت عليها الفرomاج خص يكون فرماج طري. انا ما كانش عندي فرماج طري. هذوك تاع لي بواط هما اللي يجوا ملاح في هاد الوصفه. انا كان عندي فرماج تاع لي بورسيون، درته كيما راكم تشوفوا. قسمته هكذا على كامل العجينه. وعاود جبت طوماط، درت لابواط الاولى ونعاود نزيد لابواط الزوجه. هاد الوصفه تجيب بالطون تاع الطوماطيش خير من الطون الويل، تجي بنينه على اللي نديروها بالطون تاع الزيت. تبغيو ديروا هذاك الطون اللي يجي حار، ديروا الطون اللي يجي حار ولا زيدوا لها شويه نتوما تاع الحار. هادو اذواق كيما قلت لكم، كل واحد يدير وسم يبغي. زدت العجينه الزوجه ورقتها كيما الاولى. عاونت روحي بالسميد الدق باش ما تلصقليش، وجبتها حطيتها فوق هذيك لافارس اللي درتها، وبلعت كما راكم تشوفوا كامل هذوك الجوانب بلعتهم بيدي. زيرت شويه وتقبوها بحال كوردون ولا خدمي ولا ديروا بحال لي تخو هكذا باش طيب لكم غايه. هذا ما كان. الطاجين كان سخون، ما تخليوها لا تريح لا والو، تمتم طيبوها. غاز يكون شويه مزيد كيما نعرفوا، طيب كيما اللي نطيبوا الخبز تاع المطلوع. قلبتها، درت هذوك اللي كنت مبلعتهم من الجوانب، هذيك الجهه درتها لتحت والجهه الاولى هي اللي درتها من الفوق. نقعدوا نحركوا في هذاك الطاجين، ندوروه باش طيب من كاع الجوانب. كي طيب في ساعه طيب كما قلت لكم كيما الخبز يبغي الغاز مزيد، وراكو تدوروا فيها باش طيب كامل كيف كيف. دوروا بيديكم حتى تحسوها بلي طابت، ونحيوها كما راكم تشوفون. ندور فيها، ما تخليوهاش طيب وتمشي، وسي نورمال غادي تنحرق من جهه وجهه تقعد خضره.
لا، قابلوها حتى طيب كامل كيف كيف. هيا دي حطيتها، نقسموها دي طرونش، جات رائعة، جات بنينة، سيرتو اللي يبغيو خبز المطلوع. تجي للصيف، تجي ليامات السخانة هاد الوصفة مع كاس جو ولا ليموناد، وصفة ممتازة، نتمنى تجربوها وبصحتكم.